هل غيرت في يوم من الأيام مبدأ لك، أو هل حدث تغيير جذري في حياتك اليومية والفكرية؟ هل حدث شيء ما في مرحلة شبابك والله حدث خطك كثير. حدث ان كان لي بنت عمه توفى ابوها وترك لها اخ واخت وتربوا معانا لانهم كانوا تقريبا في سني. فانا دخلت في يوم من رمضان وانا جاي من الكتاب، قمت شفت بنت الكبيره من بنات عمي والكوز على بقها بتشرب في رمضان. فانا ادب مني ما خلتهاش تشوف ان انا شفتها، وكرهي لها خلاني ما اقعدش اكلمها. فبقت ظاهره غريبه ان انا ما بكلمش البنت دي بقى. فامي بتكلمني في مره من المرات بتقول لي مالك انت بدر؟ كنت الاول بتقول لها هات يا بدر هات يا مش عارف ايه ما ايه اللي جرى؟ لا ما قالت لا لازم تقول لي ايه. انا خفت من معنى امي تذهب اليه بنظرها، قمت قلت لها دخل عليها في رمضان لقيتها بتشرب بالزير. فامي ماتت من الضحك. قالت طب وايه يا ابني فيتي؟ البنات لما بيكبروا يبقى عندهم حاجه الصوم ما بينفعش وياها. انت درست في الفقه لحد فين؟ قلت لها مثلا في كذا. قالت بكره تعرفوا في الفقه. اسفت جدا على ما كان مني. فلما قرأت قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم اتعدل سلوك. ما كنتش اخد بقى بظواهر الاشياء دي، تعدل حياتي ما اخدش بيها. لعل له عذر وانت تلوم، انت مش عارف يعني. ادي واحده. الشيء الاخر قصتي مع ابي عدلت كل حياتي تعديل جذري. انت عارف المحولجيه اللي اللي قاعد في الاشاره اللي قاعد في الاشاره. لو انت ادركت الشعره البسيطه اللي موجوده عند المحورجي في القضيب بتتلحم كده بتغير اتجاه، توددها على الاسماعيليه وتوددها على اسكندريه. انا كده كانت المحورجيه بتاعتي هي هذه. ازاي يا مولانا؟ ابويا كان حريص على ان اتعلم في الازهر، وانا كنت حريص على ان اكون فلاح في الغيث. وفي بقى محاولات مني ومحاولات منه، الغرض انتهت على انني بقيت في سنه ثانيه ورحت اتنقلت سنه ثالثه. فقلت كره ابوك في المساله دي يعني. فقلت انا اكرهه في ايه؟ ما انا عمال كل ما اقول له ينسرق الفلوس يجيب لي فلوس، ينسرق هدوم يجيب هدوم. يلا بقى الدنيا هي ازمه ومفيش فلوس، هتورطه في حكايه الكتب. بس انت كنت عايز تورطه وتكرهه فيها ليه؟ ما انا مش عايز بروح في الازهر عشان يقول لي اقعد يا ابن الايه ولا بتاع وخلاص. وبعدين رحت عند محمد زكي صاحب مكتبه الاتحاد، كان فوقه مكتب فكري باشا أباظة محامي. والمكتبه بقى مكتبه فخمه كده وفيها كتب بقى من الكتب اللي تستميل الابصار والبريق التجليد اللي مش عارف ايه. فانا وانا ماشي كده شفت المكتبه انبسطت منها. فدخلت عند محمد زكي قلت له الكتب دي ايه؟ قال لي كتب ايه؟ كتب ايه؟ كتب ايه؟ كتب اللي بتاعت المشايخ بتاعتك. قلت له ما تنفعنيش. قال لي لا ما تنفعكش، ده مراجع لمشايخك حتى يمكن مشايخك ما قلت له انت عايز تبيعها؟ الله ايوه عايز ابيعها. ايه يا ابني ما جرى لك ايه؟ قلت له طب ابويا جاي يوم الثلاث، كان الكلام ده يوم الاحد. ابويا جاي يوم الثلاث عشان يشتري لي الكتب، فلما اجيبه بقى نزل لي الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده. الراجل ميت من الضحك. تعمل بيه ايه يا ابني؟ قلت له الله انت مش عايز تبيع، انا عايز الكتب دي. الغرض ابويا جه وقعدنا ننزل لما الكتب كل ما يجي كتاب كبير كده مجلد ابويا يقول لي يا ابني ده عليكم. اقول له مش انا في سنه ثالثه. يقول الله يفتح عليك يا ابني الله يفتح عليك. لحد الكتب بقت كتير، جاب الراجل الكراتين وحطيناها من اللي هيشيلها دي. فراح ابويا الله يرحمه بقى نادى على العربجي وخد الكتب ورحنا على الحته اللي مسكني فيه. ابويا شاف الكتب كده محطوطه في الشباك مرصوصه كتيره كده. قال لي يا ابني دي كتب كويسه والجلد بتاعها كويس ومذهبه وهتتعفر من مسكه الايد. انا هروح اجيب لك ورق عشان اجلدها. قلت له روح. راح جاب مقص وورق وصمغ طول الليل قاعد يقص ويجلد.
لحد الفجر، صلى الفجر وشرب الشاي وقال لي انا عايز اروح بقى. قلت له اتفضل. رحت معاه على المحطه، هو ركب القطر وانا وقفت على الرصيف. وبعدين قال لي يا امير، قلت له نعم. قال لي عايز اقول لك كلمه. قلت له اتفضل. قال لي انا هقول لك حكايه بس ما تزعلش. قلت له اتفضل. ايه؟ انا خفت، كانت امي عيانه. قلت له امي جرى لها حاجه؟ قال لي لا بخير والله. انا خفت بس لحسن لما اروح اسافر وتفتكر انك انت عملت حكايه فصل الكتب دي، تفتكر ان ابوك مغفل. فصعبت يعني عليا لما يبقى ابوك مغفل تبقى يعني مش. فانا بقول لك الكتب دي مش مقرره، وكتبك كلها بتاعت سنه ثالثه ثمنها 38 قرش. قلبي نزل في رجلي. انما يا ابني الله ينفعك باللي فيه. القطر صفر ومشي، بس كانت تحويل حياتي كله. بس وحبيت اسره بقى فقرأتها. جيت طول السنه وهيروح يقول للحبايب بقى المشايخ والموظفين الكبار اللي عندنا تملي العصر كل يوم عنده. بس فقلت هيشتكيني بقى وهيقول لهم وهيمسكوني بقى يقروني. فقلت اعمل فيهم فصل بقى. بقيت ايه؟ امسك الكتاب من دول، اعرف اسمه عنوان، اقرا المقدمه دي عشان ايه فصوله ايه مش عارف ايه، ويقلب 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 ويقلب، واجي في يوم الجمعه اعيد اللي انا حفظته. طب قال لي امتحنت وروحت بقى. فقابلوني بقى المشايخ على اللي عملوه فيا. يا نصاب يا مش عارف ايه، بقى هتبقى عالم انت، هتبقى مش عارف ايه، وتروح تنصب على ابوك وتغرم ابوك. ده 8 جاموسه يا ابن الايه، ده مش عارف ايه، ده ازمه 30 ازمه. الغرض بقى رهنوني. طب وعملت ايه بالكتب دي؟ اوعى تكون بعتها. قلت له ابيعها ازاي؟ لا قريتها ازاي؟ طب قريت ايه؟ قلت له عايز اي كتاب. قال لي ايه مجمع ابوك حافظ شويه اسامي اللي بقى يسمعهم من الراجل. قال لي على مجمع الامثال ده ما نعرفش اي مجمع الامثال. ايه ابن ابي الحديد ده اللي شرع نهج نعرف نهج البلاغه، انما ابن ابي الحديد ايه مش عارف اخلاق دي كار ايه الم فرطه ايه الكلام بقى ده اللي بس. قلت له ايوه الكتاب الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا. وقعدت اقول لهم ابويا بقى واقف ايه رحمه الله عليهم جميعا، بقى واقف ايه فخور مبسوط طبعا. بعد ما روحوا صلوا المغرب هم بقى وروحوا. قلت له عجبك الدور ده بقى نكرره ولا ايه؟